فضيحة تكريم قلة الأدب، فضيحة تكريم سباب كل الأمهات، فضيحة تكريم عرض المشاهد الإباحية على قنوات رياضية، فضيحة تكريم الخروج عن النص والأخلاق الرياضية، فضيحة تكريم اللي المفروض يتم التحقيق معاهم عاجل لخروجهم عن بروتوكول الإعلام برعاية وزارة الشباب والرياضة ورعاية وزير الشباب والرياضة وحضوره في شيء صدقوني تعدى أو تخطى مراحل المسرحية الهزلية. حلقة جديدة من المشجع هكلمك فيها قبل كأس العالم وقبل أي حاجة عن مهزلة في الكرة المصرية، مهزلة لا تليق لا بالكرة المصرية ولا بالرياضة المصرية. اللي بيحصل ده يا جماعة بصراحة تخطى كل حدود العقل والمنطق والأدب والأخلاق، ومش عارف الغرض منه إيه. صحينا على ان او امبارح ابتدى ينتشر اخبار ان تم في موقع اسمه جوه موقع المساء، وده مش جريده لان جريده المساء تم غلقها او اتقفلت من زمان، هي اتقفلت من زمان. ده موقع هي تم تصفيه الجريده، وده الموقع ده بقاله حوالي سنه او سنتين، يعني كبيره هيبقى 3 سنين. تمام مفيش مشاكل، يعني الموقع مش من اقوى المواقع ويعني عادي. الموقع قرر ان هو مش هيقرب اي حد غير زملكاويه بس، برضه مفيش مشاكل. عواد احسن حارس، زيزو احسن لاعب، الزمالك احسن فريق، فريرة احسن مدرب، امير مرتضى احسن مدير كوره، حازم امام احسن حازم امام الكبير، كابتن حازم امام احسن محلل رياضي. برغم كابتن حازم انا ما شفتلوش تحليل بصراحه رياضيا في اي استوديو، غير ان هو بيطلع يتخانق مع كابتن الشناوي او مع كابتن سمير عثمان، بيتخانق مع الفقره التحكيميه عشان عايز حاجه تتحسب للزمالك او حاجه اتحسبت على الزمالك يبقى شايفها غلط، مش اكتر من كده. ولكن ماشي مفيش مشاكل، برضو دي اراء. وفي نفس الوقت اللي هو مين الموقع ده يعني، فقشطه. حتى انتوا هتشوفوا في الصوره الشخص اللي بيعلن عنها، هتشوفوا الاهتمام الاعلامي بالقصه دي. هتلاقي هو اصلا موجود 4 مايقات، منهم مايقين خاصين بالمسا، بالموقع نفسه المسا، واللي هو برنامج الكره اليوم ده او الكره في الملاعب، وبعدين بقى القناه الاولى واون تايم سبورت. طيب ماشي، هم دول بس اللي مهتمين بالقصه اصلا يعني، او فده بس اكبر دليل على ايه، على انه ماشي يعني اي حد. انا دلوقتي هعمل صفحه المشجع وهطلع اقول ان انا احسن مشجع واحسن اعلامي وهكرم نفسي عادي جدا، حق ماشي فقشطه يعني عادي. انا هعمل دلوقتي تكريم، هعمل دلوقتي استفتاء وهطلع استفتاء المشجع. مراد علي احسن مذيع، مراد علي احسن صحفي، مراد علي احسن متوقع، مراد علي احسن حصريات، عادي قشطه تمام، فما فيش مشاكل. المهم حاتم بطيشه احسن مذيع رياضي، احسن معلق، كله من هذا القبيل. فريرة احسن مدرب، مفيش مشاكل برضه لغايه دلوقتي، انا ما عنديش مشاكل. يعني مين شايف ايه انت حر، دي ارائك وده استفتائك، وانت موقع قررت ان انت بتجامل الناس دي براحتك يعني، ماشي هم احسن ناس يا عم، قول اللي تقوله، ما حدش هيقول لك انت بتقول ايه. ولكن كانت المفاجاه انه قناه الزمالك هي احسن لما الاستاذ مصطفى الجويلي بيتم تسليمه جايزه. ليه؟ طب يا جماعه قال لك اصل ده احسن اعلام رياضي واحسن قناه. فلا يا جماعه انتوا اكيد بتهزروا. وبعدين يعني ماشي تعدي، ما فيش مشاكل برضه هنعديها، الناس دي شايفه ان قناه الزمالك احسن يعني، هو البجاحه مش كده بس ماشي اعديها. فقال لك لا، هو المشكله مش في كده، ان الموضوع ده برعايه وزاره الشباب والرياضه. يا جماعه عادي، ايه المشكله لما يبقى برعايه وزاره الشباب والرياضه او اهداء يعني برعايه شباب والرياضه، بس ايه المجله عاملين معاهم اتفاق، دول حاجه حكومه على دول حاجه حكومه فمتفقين حاطينهم في الرعاه، يعدي برضه. لكن الشيء الكارثي ان الاقي في حضور وزير الشباب والرياضه، ده الموضوع مش ان انا مستخدم اسم وزاره الشباب والرياضه حاطط اسمه، لا ده الدكتور اشرف صبحي واقف بنفسه، واقف بيضحك، واقف مبسوط، واقف بيسلم الجائزه للاستاذ مصطفى الجويلي. ان قناه الزمالك اللي هي اصلا المفروض الاعلى للاعلام قال انه هيحولها للتحقيق العاجل لما بدر منها من خروج عن النص وعن العرف الاعلامي والكود الاعلامي، بيكرمها، بيكرم القناه اللي بيتشتم عليها امهات المصريين، بيكرم القناه اللي بيتشتم عليها النادي الاهلي ورموزه، بيكرم القناه اللي بيتشتم عليها كابتن الخطيب واتهاماته دايما بافظع الالقاب، بيكرم رئيس النادي اللي بيطلع يشتم على نفس القناه دي ويقول لمين، ويشتم الدوله ويقول لهم ان صندوق تحيا مصر عنده مشاكل وان اللي حصل او اللي تم اعلانه ده مش صحيح، اللي بيطلع يتهم الناس فيها كلها ويشتمها ويغلط فيها.
بيكرم القناه اللي طلعت تعرض مشاهد اباحيه، مشاهد اباحيه، مشاهد اباحيه تم عرضها على القناه الرياضيه اللي انا المفروض لما ابقى بفتحها عشان اتفرج على كوره، بتفرج على ماتش، اتفرج على تحليل، اتفرج على نقد ما، اتفرج على اي حاجه، الاقي عليها مشاهد اباحيه. تيجي تقول لي ما هو ده فيلم اتعرض على القناه الاولى زي ما القناه قالت، عشان انا عارف عقليه بعض الجماهير يقول لك ما هو ده اتعرض على القناه. انا مالي القناه الاولى دي لما اتعرض عليها الفيلم انا عارف ان ده فيلم مكتوب لي عليه بقى بلس 18، انا قررت اقعد انا وعيالي افرجهم، ده مشكلتي. لكن لما افتح قناه رياضيه بتخص الشأن الرياضي وبنتي او ابني يبقوا قاعدين جنبي، ما هو ده طبيعي ان انا مش هلاقي عليها المشاهد دي، انا لازم ابقى مطمن اني مش هلاقي عليها المشهد ده عشان بس الناس تبقى فاهمه يعني الفرق. فتم تكريمهم. وهنا المصيبه اللي هو لا، انت ممكن تقول لي ان انت كوزير بترعى النادي الزمالك، ما عنديش مشكله. تقول لي ان انا هعمل اللي ما حصلش في تاريخ الكره المصريه، ان وزير شباب الرياضه يقعد يجدد مع لاعب زي فرجاني ساسي، واقول لك ماشي، يعني انت بتحبهم بزياده لدرجه ان انت عملت ما لا يمكن توقعه، برضه ماشي. لما تيجي تقول لي ان انا كوزير هقعد من اسبوع احاول اقول للنادي خد قرض وانت اصلا محجوز عليك وعليك مشاكل ومش عارف تسدد، فيعني بعيد عن دي تقول ماشي، بس هقول ماشي انت يمكن عندك اجراءات قانونيه تظبطها، لكن تطلع تقول وتكرم القناه اللي بتهاجم وبتشتم وبقت مصدر حقيقي للفتنه في مصر كلها بتكرمها؟ ده انت مش بتطلع لسانك للاهلاويه، انت بتطلع لسانك للشعب، الشعب اللي هو اصلا انت كوزير بقى واصل لك ان هو بيتهمك بانحيازك للابيض. فتقرر ان انت مش تكرم لعيبه، تكرم لعيبه ما عنديش مشكله، انت حر ان انت تشوف لعيبه الزمالك كلها دي احسن لعيبه جت في الكون، ده رايك واستفتائك. طبخوه زي ما تطبخوه ولا يعنينا شيء، الحقيقه والواقع والبطولات معروفه فين ومكانها فين، ما فيش مشاكل. لكن تيجي تقول لي ان انت عايز تقول للناس ان قناه الزمالك هي القناه الافضل، ده ازاي؟ ده من انهي ناحيه؟ ده من انهي زاويه؟ طب ايه الرساله اللي انتوا عايزين توصلوها؟ وانا هنا سؤالي خلاص بقى، وانا سؤالي ما ينفعش يبقى لوزاره الشباب والرياضه ولا سؤالي يبقى للدكتور اشرف صبحي، لا لا، انا سؤالي لرئيس وزراء مصر، انت فين؟ الدكتور مصطفى مدبولي حضرتك فين من اللي بيحصل ده؟ ازاي اللي بيحصل؟ ازاي يبقى في وزير في الدوله مسؤول عن الشباب والرياضه ويكون مشارك في المهزله اللي بتحصل دي؟ المجلس الاعلى للاعلام، انا برضه بخاطب الاستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، انتوا فين من فين الاعلى للاعلام اللي حول الناس دي للتحقيق او قال في تحقيق عاجل؟ التحقيق العاجل ده عدى عليه شهر والراجل طلع على القناه بدل المره 2 بعديها، ولا ما حدش يقدر يمنعني. انتوا فين من ده؟ انتوا فين من ده؟ يعني انا مش قادر استوعب انتوا عايزين توصلوا لنا ايه؟ انتوا عايزين الشارع المصري يوصل لايه؟ عايزين توصلوا للجماهير ايه؟ عايزين توصلوا لهم ان اخبطوا راسكم في الحيط؟ ان عايزين توصلوا للشباب الصغيره اللي احنا بنقعد نقول لهم ان الموضوع نكش كوره وهزار ولعب وان انا بنكشك واقول لك 6-1 وانت تقول لي انت طلعت الوصيف، وان الموضوع احنا اخوات وحبايب وان الموضوع مش كده؟ عايزين توصلوا لهم ان لا، الموضوع عباره عن شتيمه وفتنه واتهامات بالباطل للناس وادعاءات بالكذب على الناس؟ عايزين تفهموهم ان هو ده صح؟ عايزين تحولوا الموضوع من تحفيل كوره وهزار كوره لان الناس تبتدي فعلا تبقى بتخسر بعض؟ هو ده اللي انتوا عايزين توصلوه؟ عايزين توصلوا ان قله الادب والشتيمه والصوت العالي هو ده الصح، وان الراجل بقى المحترم اللي ما بيردش او القناه اللي ما بتقدرش ترد وعلى جايبه لي برامج الطبخ هي دي غلط؟ وعايزين تثبتوا بقى ان البيانات والاحترام واللجوء للمحاكم واخذ حكم المحكمه واللجوء للشكوى لمجلس الاعلام ان ده غلط؟ لا، الحل مش كده، الحل ان انتوا المفروض انتوا كمان تطلعوا تردوا وتقلوا ادبكم وتشتموا وتنفعلوا. هو ده الصح؟ هو ده اللي احنا بيكرم؟ هو ده اللي بيحضر تكريمه وزير الشباب والرياضه؟ ما هو لو تكريمه ده من اي مجله تحت السلم ماشي هيعدي، لكن برعايه وزير الشباب والرياضه وفي حضور وزير الشباب والرياضه، اعتقد ان اللي بيحصل ده دي مش فضيحه، دي مهزله، مهزله. ولو احنا في حساب وعقاب لكل مسؤول في الدولة عن تصرفاته، فيها إقالة وزير الشباب والرياضة، إقالته من منصبه. لأن اللي بيحصل ده مش بيزيد من احتقان، ده صورة ورسالة أنا لغاية دلوقتي مش قادر أفهم معناها إيه، يعني إيه المغزى منها؟ الموضوع أكبر بكتير من تكريم من مجلة أو من موقع ما حدش يعرفه، او وجوده يعني انا اسف مالوش قيمه في وسط المواقع اللي موجوده.
لكن حضور وزير الشباب والرياضه وارضائه بهذا المنظر وبهذا الشكل في وسط كل هذه الكوارث اللي بتطل علينا من شاشه التلفزيون. الناس دي مش بتطلع تهاجم او تشتم من صفحاتها الشخصيه، لا، ده انا بكلمك في ناس بيطلع على شاشه بيتابعها. هتقول لي اصل ما هو في ناس، اصل السوشيال ميديا اللي انت ظالمها وحاططها في الرجلين دي، انا اسف، السوشيال ميديا، ما انا من السوشيال ميديا بيتفرج عليها كام واحد؟ بيتفرج عليها 1000، 2، 10، بيتفرج عليها 40,000، بيتفرج عليها 100,000، في غيري بيتفرج عليه مليون كبير. اكتر حد هيكون في الكوره بيتفرج عليه كام؟ بيتفرج عليه 2 مليون. ده لو في حد اصلا في فيديوهات اليوتيوب في الكوره بيوصل ل 2 مليون، والرقم ده ما حدش بيوصل لها، اللي بيوصل ل 500,000 ولا 600,000 ولا مليون مشاهده ولا مليون ونص ولا 2 مليون ولا 3 مليون، بيقول انا كسرت الدنيا مفيش قبلي ولا بعدي. فما بالك بقى باللي بيتفرج على التلفزيون، اللي بيطلع يتكلم وبيتفرج عليه ملايين الناس، اللي بيوصل لاقل حاجه فوق ال 10 وال 20 مليون هيتفرجوا عليه. ده اللي بيعمل الفتنه، ده اللي انت طلعت تكرمه وتقول ان هو ده الصح. دي القناه اللي انت طلعت تقول ان هي بتشتم وبتهاجم وبتهين، ويطلع الناس تتشتم فيها ويتقال فيها اقذر الالفاظ. الراجل بقول لك بقى بتعرض مشاهد اباحيه، بتكرمها، واقف بتكرمها، وترجع بعد كده تظهر في البرامج الرياضيه كوزير تقول اصل انا بساعد الاهلي وبساعد الزمالك، اصل انا وافقت ان الاهلي ياخد قرض وساعدته. قرض مين يا فندم؟ قرض مين اللي الاهلي خده؟ القرض اللي الاهلي خده لفرع التجمع هو قرض بقيمه 300 مليون جنيه بضمان الارض اللي قيمتها 800 مليون جنيه. انتوا بتضحكوا على الناس، بتضحكوا على الناس. الاهلي خد قرض بضمان الارض اللي قيمتها 800 مليون جنيه التي يملكها النادي الاهلي. يعني لو البنك ما خدش فلوسه هياخد ارض بضعف ثمن القرض. تقول لي انا سهلت ايه؟ ما هو اي بنك، ما انا اقدر اخد اي قرض من اي بنك طالما انا عندي اللي يضمن، عندي قيمه اللي انا اقدر اخده القرض، طالما عندي حاجه ثابته قيمتها تكون اكبر من قيمه القرض، فالبنك خلاص، ما هو ايه المشكله؟ ده اي حد يقدر يعمل ده. ساعدت مين؟ في عز ما الزمالك كان واخد قرض بضمان العضويات اللي هي الشيء الوهمي اللي ما حدش فينا ضمنه، ما حدش فينا يقدر يقول او يؤكد ان انت تضمن ان العضويات تزيد او ان العضويات الناس دي كلها هتجدد. فهل اللي بيحصل ده طبيعي؟ هل اللي بيحصل ده منطقي؟ ايه الرساله؟ يعني هو انا سؤالي لرئيس الوزراء، ارجوك، ما هي رساله الدكتور اشرف صبحي لينا وفيما يحدث في الكره المصريه؟ ايه رسالته؟ ايه اللي مطلوب؟ وهل يعني طب وسؤال بقى، انتوا ليه ما كرمتوش بالمره وليد العطار؟ يعني ليه ما تمش تكريم وليد العطار؟ وليه ما تمش بقى رئيس نادي الزمالك كاحسن رئيس نادي في مصر؟ يعني ما هو النادي ده كل احسن لعيبه فيه ورموزه اللي مشيت احسن محللين، والمعلقين اللي بينتموا ليه احسن معلقين، واللعيبه اللي بتلعب فيه احسن لعيبه، يعني والقناه بتاعته احسن قناه. طب ما يبقى رئيسه بقى احسن رئيس؟ يعني برضو مش فاهم يا جماعه، انتوا فين الازمه؟ انتوا ايه الرساله؟ انتوا عايزين توصلوا للناس ايه؟ اعتقد ان اللي بيحصل من وزاره الشباب والرياضه وبيحصل من الدكتور اشرف صبحي شيء فيه غموض، وفيه شيء بصراحه يعني من اسوأ فترات الرياضه في تاريخ مصر اللي بيحصل في الكره المصريه الان، وما يتم تصديره للناس من رسائل احنا لغايه دلوقتي انا نفسي مش قادر افهم. لا يعني هو الموضوع حتى لو متساب او معمول بس مش بالشكل ده، انتوا عايزين ايه؟ مستنيين ايه؟ يعني عايزين توصلوا للناس رساله بمعنى ايه؟ انا مش عارف. ولكن الموضوع دلوقتي بقى اكبر من الاحتواء، وبقى اكبر من روح البروتوكول، وبقى اكبر، الموضوع وصل لتكريم قلة الادب برعاية وزارة الشباب والرياضة. ودي الخلاصة. شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم، وان شاء الله باذن الله اشوفكم في حلقة جديدة من المشجع. سلام.